توازن اهم حاجه في كل حاجه. اه. التوازن دايما. بالظبط. في اهداف واقعيه، وفي اهداف ممكن تبقى مش واقعيه فتسبب لي تعاسه. اكيد يعني اكيد انا بحط الاهداف بصوره معينه، في حاجات ممكن تبقى خياليه جدا. اه. بس نرجع لنقطتين مهمين جدا حضرتك وجهتيني ليهم، اللي هو في السعاده مثلا في مبدئين مهمين جدا. اه. المبدأ الأولاني إن السعادة عملية مش مكان. بمعنى إيه عملية مش مكان؟ مم. يعني مش لما آخد الشهادة الفلانية هبقى سعيد، مش لما أجيب العربية الفلانية هبقى سعيد. امال ايه؟ هنا مكان. هنا هتبقى السعادة إيه؟ هتبقى السعادة مؤقتة. يعني أنا مثلا بشتغل 5 سنين لغاية ما حوشت مبلغ معين وجبت عربية كويسة جدا. هنا أنا ليا 5 سنين، لو أنا مش مبسوط أغلب ال5 سنين دول ومستني هنبسط لما أجيب العربية دي، يبقى أنا قضيت 5 سنين مش مبسوط. غالبا هبقى مبسوط يوم اتنين شهر سنة بالكتير ومخي بيتأقلم. فبعد كده هيبقى العربيه دي زيها زي عدم وجود عربيه، او زيها زي اي عربيه تاني. فلو انا مستني مكان معين اوصل له، او اخد مثلا درجه دكتوراه، او اخلص مم. شهاده معينه، او ارتبط، او اعمل حاجه معينه، هنا السعاده مكان. فبربط ان انا مش هبقى سعيد غير لما اوصل للنقطه دي. اقضي اغلب وقت حياتي مش سعيد. دي اول نقطه، ان مم. السعاده عمليه، مش مجرد اهداف بشطب واحد ورا التاني، لا، ان انا سعيد خلال العمليه. اه. فانا سعيد اغلب وقت حياتي. هاي. النقطة التانية ان انا ابص للسعادة مش ان هي احساس كويس ان انا مبسوط وخلاص. ايه الفوائد بتاعتها اللي بترجع عليا؟ اه. زي ما قلنا ان السعادة ليها علاقة بكل حاجة. يعني السعادة للناس اللي اكتر سعادة، مش اكتر بمعنى 10، يعني اكتر اللي هي 8 مثلا او كده، بيبقى مقبل اكتر على العلاقات الاجتماعية، بيبقى مقبل اكتر على ان هو يشتغل، بيبقى اداؤه احسن في الشغل، مم. بيبقى ليه علاقة بالتدين او علاقته بربنا بتكون احسن. كل حاجة.